انت شو اسمك؟ صقر. صقر. هذا وش هو هذا اللي جايبكم هنا؟ يمن. قول لي قصتك. يمن. قصتك وش هي؟ أبي متوفي وأنا دخلت هنا أشقي على أمي. ايوه. أمي فيها عبد الفقري، دخلت أدور لي حق علاج ليها وأروح. أيوة. يقول لنا لما طلعنا الزلط يضربنا. من هو؟ علي اسمه. وش يسوي؟ وين يوديكم؟ ودينا البيت ونزلنا هنا في الشوارع. الشوارع. يقول اذا ما جبت فلوس يضربنا. يضربكم. وين ضربك؟ شوف. يوجع يا أخي. يجرح يتوجع. ضلوعي يتوجع. لا تبكي. لا تبكي. لا تبكي. كل يوم يضربكم. أخبار جديدة عن الطفل اليمني صقر. ايش اخر اخباره؟ الجميع يسأل كيف صقر؟ هل هو بخير؟ وينه؟ هل رجع الى امه؟ طبعا بعد ما نشرها الاخ السعودي سعد الغرمولي بيض الله وجهه وكتب الله اجره، كان يرد في بعض التعليقات يقول انه تم تسليم الطفل صقر الى الجهات الامنيه، ويقول في تعليقات اخرى انه في رجوعه الى اليمن، ويقول انه ما نشر الفيديو الا بعد ما سلمه الى الجهات الامنيه، وانه الان في رجوعه الى اليمن. هذا هو المشهور، هذا هو اللي يدوروا على الناس بالبطحة، لا مع رقم تلفون ولا هم يحزنون. ايش اسمك؟ فاليوم صحينا على اخبار ثانيه في احد اليمنيين في البطحه يصور الطفل صقر ويقول هذا المشهور الذي الجميع يبحث عنه، ويقول انه بعد ساعات جاء الاخ سعد الغرمولي واخذه اليوم. يعني هنا هذا الولد شوفه، هذا المقطع، وهذا البلد اللي تصور عند هذا البلد. هذه انا صورتها. وهذا طبعا الاخ وريني يا اخي المقطع ما شاء الله الناس تدور عليه. انت اللي صورته؟ انا اللي صورته. الله يهديك يا علي ابو زيد. اشوف المقطع اللي عندك لانه في ناس قالوا ما يشبهه. هو انا شفت الاحراق اللي بيده، حتى الاحراق هذا اللي قالوا في المخ، هذا المخ هذا قالوا في مخ ما بيشابه. لا والله انه هو. لا هو والله هو. انا شفت الحروق اللي بيده. الحين انت وين راح وين؟ مع السعودي اللي نشره. مع السعودي اللي نشره. السعودي اللي نشره فعلا اللي السعودي اللي نشره هو شله الولد. هو شل الولد هو. متى شله؟ بعد المغرب صح؟ قبل كم يعني؟ قبل ساعة. ساعة من الآن. قبل ساعة. طيب يا اخ صقر، لماذا لم تطلع وتبين للناس؟ انت في تعليقاتك تقول انه تم تسليمه الى الجهات الامنيه، وفي تعليقات اخرى تقول انه في رجوعه الى اليمن، واليوم اتضح لنا اخبار ثانيه، يمني بيصوره ويقول هذا الذي الكل يبحث عليه، وانك اليوم جيت واخذته. فنتمنى منك انك تطلع وتوضح لنا وين الطفل الصقر، لان في يمنيين وفي سعوديين مستعدين يتكفلوا في الطفل الصقر، وانت ولا طلعت تبين لنا اي شيء. امس اعطيتنا خبر واليوم اتضح لنا خبر ثاني، فنتمنى منك يا اخي ان تطلع وتوضح لنا وين الطفل صقر وايش اخر اخباره، او اعطنا اي وسيله نوصل اليه واحنا بنساعد معاه ونرجع الى اهله، وبيض الله وجهك وكتب الله اجرك واجر كل من تضامن مع الطفل.